هندخل كده على المطبخ. انا مش قادره اوريكم المنظر عامل ازاي، بس معلش يا جماعه، يعني ايه، كانت الميه مقطوعه. يعني احنا هنقول ايه الحجه بتاعتنا؟ ايه، الميه كانت مقطوعه يوم، فكل ده حصل والميه مقطوعه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شايفين منظر الرخامه، حاجه تقرف. سوري على المنظر، بس يلا بقى نتشجع كده، تشجع بيكم ونصور ونستعين بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا بقى، يلا نبتدي الاول حاجة كده بالرخامة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا دي كلها؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا بقى كده نبتدي فيديو النهارده بكل كده حماس، كل طاقة، كل قوة كده. النهارده في الفيديو ده طبعا زي ما قلت لكم الميه كانت مقطوعه، ودي الحجه بتاعتنا. طبعا لا، الجو يعني حلو جدا، مخلينا في منتهى النشاط والحيويه وقايمين نشوف كل اللي ورانا. والميه هي اللي اتقطعت، الميه هي اللي وحشه، هي اللي ما كانتش موجوده. لا بصراحه الواحد كسلان قوي الايام دي، والواحد فعلا يعني ربنا يعيننا ويعدي الايام دي على خير، يكون في عون كل حد مش قادر ان هو يتدفى في الجو ده بجد والله، ويسخرنا لبعض ان احنا نساعد بعض في الجو ده. بس يا بنات بقى، عاملين ايه في الجو ده؟ طبعا الميه جت من هنا، وقمت اشوف كل اللي ورايا من هنا، لان حمدت ربنا إن نقطه الميه نعمه، نقطه الميه نعمه يا بنات بجد. حافظ عليها كده، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. النهارده جايه كده اتكلم بقى معاكم في جدا 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 بيخص كل ام وكل اسره. واول ما ابنك بيكمل 3 سنين بيبدا بقى هوس كل ام ان انا عايزه اسسه، وعايزه اوديه حضانه، وعايزه او اجيب له مدرسه في البيت تسسه 3 مواد ومش عارفه ايه وكل ده. فيا ترى بقى انت عملتي ايه؟ بدأتي على طول كده في التأسيس، واكتشفتي ان ابنك مش قادر يستوعب كل اللي انت بتقوليه، او اكتشفتي ان ابنك مش عارف يمسك القلم من بداية التأسيس. طبعا انا حابة اعرفكم في بداية الكلام ان انا زوجي اخصائي نفسي، فاحنا يعني في الليلة دي على طول ده موضوع حياتنا دايما. فانا حبيت بس افيدكم وانقل لكم الافكار اللي هو بيعملها، او الافكار اللي دايما بنطبقها مع اولادنا وكده. فحابة ان انتوا تستفيدوا. بصوا يا بنات، نصلي كده على رسول الله كده، نسموا كده بالله. بصوا بقى، اول ما طفل يكمل 3 سنين ابدأي ان انت عرف اول ما يمسك، قبل ما يمسك القلم، مفيش حاجه اسمها يمسك القلم وهو 3 سنين. بتعلميه عن طريق اللعب، عن طريق اللي هو احنا بنلعب مع بعض، لكن مش اللي هو امسك ورقه وقلم ويلا اكتب فين حرف الالف. لا 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 خالص. ابدأي ان انت اول حاجه من سن 3 سنين تعرفيه البيئه المحيطه بيه. يعني الشمس الصبح بتطلع بالنهار، الشمس لونها اصفر، بالليل بيجي القمر، والقمر لونه ابيض بننور الارض بالليل كده. الصبح بنصحى مع الشمس، بالليل ان احنا بننام. عرفيه الاول هو عايش فين، عرفيه الاول البيئه بتاعته عامله ازاي. خديه من ايده وديه الجنينه وقولوا له الجنينه، زرع الشجره خليه يشوف الشجره على الواقع كده، الشجره لونها اخضر، الشجرة جميلة، الجنينة لونها أخضر، الزرع لونه أخضر، الورد لونه مختلف. عرفيه الألوان بتاعتنا عن طريق البيئة المحيطة بيه. يعني فاهمة؟ علميه من خلال إن هو يتعرف هو عايش فين والبيئة المحيطة بتاعته عاملة إزاي. خلصنا من دي، بدأ إن هو يدخل البيت بتاعنا. البيت بتاعنا ده اسمه كرسي، ودي اسمها كنبة، ودي اسمها ترابيزة. انت كده يعني حتى كمان الاطفال اللي بيبقى فيه صعوبة في التخاطب، ابدأي اتكلمي معاه، خليه ينطق الكلمات دي. فاهمة؟ فموضوع التخاطب ده يا بنات على فكرة مش صعب، انت ممكن تمرنيه في البيت ان هو ينطق الكلمات. بس احنا كستات احنا بنكسل وبندفع يعني مبالغ في المراكز للناس اللي هي بتاعة التخاطب. ومع احترامي لهم كلهم، في ناس الأغلبية منهم عدماء الضمير، ياخدوا فلوس منك وخلاص. فانتي افتحي يوتيوب، اتعلمي ازاي تتواصلي مع ولادك في السن الصغير الحقيقي قبل ما الموضوع يكبر. وده يكبر تلاقيه مثلا مش عارف ان هو يتكلم، ومش عارفة تلحقي الموقف. من اهم الحاجات برضو اللي انتي لازم تاخدي بالك منها، امنعي الموبايل تماما. مش مثلا يقولك ربع ساعة في اليوم، لا مش ربع ساعة، ده حاجات انا شفتها قدام عينيا، وحالات شفتها قدام عينيا. ربع ساعة في اليوم ده بيضيع الدنيا. فانتي الحقي طفلك من دلوقتي اللي تسمعني، بجد الحقي طفلك، امنعي اي شاشة،
ان هو ما يفضلش متنح في التلفزيون قدام اي قناه بقى. مش هقول اسامي القنوات بس احنا كلنا عارفين القنوات. مش قناه اغاني ما ينفعش ان هو يسمعها، غلط. قناة كرتون ما ينفعش، موبايل ما ينفعش نهائي، ده تمنعيه تماما. طب الألعاب غالية، طب لا، الألعاب دي انت ممكن تعملي كراتين في البيت. هاتي كراتين الشيبسي من عند أي كشك تحت بيتك، وابدأي ان انت تعملي له ألعاب. افتحي اليوتيوب ودوري. وانتوا لو عايزين اجيب لكم حاجات من دي، والله انا ممكن انزل لكم لينكات حاجات بالهبل انت ممكن تصنعيها. بقولك بكراتين الشيبسي، يعني مش هتكلفك حاجة ببلاش، بس هتشتري ابنك، هتشتري بنتك، مش هتلفي بيهم بقى على المراكز بقى. انا ابني عنده توحد، ولا انت ابني عنده صعوبة في النطق او صعوبات في التعلم مش عارف يتعلم. لا، ابدأي من سن 3 سنين، اكتشفي ابنك، انقذيه من التلفزيون ومن من الموبايل ومن الحاجات دي كلها. والله يا بنات بتفرق، اليوم بيفرق فعلا بجد، والله اليوم بيفرق. فحاولي ان انت من سن 3 سنين تعرفي البيئه المحيطه بيه، تجيبوا له صور حيوانات حتى لو على الموبايل، صور حيوانات بس انت بتتكلمي معاه، ده حصان، دي بقره، دي قطه، وتقولي له بقى ايه. يعني مثلا انا بقول بقره، لا مش صح، قولي له باللغه اللي احنا بنتكلم بيها، قطه، بقره، خروف، فاهمين؟ مش باللغه العربيه الفصحى، لا. بس انت تسمعي ان الحرف بيتنطق صح والكلمه بتتنطق صح. طب نطقه غلط عادي، مش مشكله، مره في التانية في التالتة هينطق صح وهيجيب الحرف صح. بس انت اللي تتعبي على ابنك، محدش هيخاف عليه اكتر منك. ما تقولوش الموبايل عادي، اكبر دماغي واديله الموبايل ويتفرج واهو مريح عقلي. هنتحاسب قدام ربنا على العيال دي ربنا ادهلنا كده امانه، فاحنا لازم نحافظ عليها. بس يا بنات، فانتوا حاولوا بجد ان انتوا تهتموا بالموضوع ده جدا. كل اللي عندها طفل او عارفه حد عنده طفل في السن ده، لا انصحي كده صاحبتك او انصحي جارتك او انصحي اختك، ممنوع الموبايل نهائي، ممنوع اي شاشه. نبدا ان احنا نتكلم معاه، نعرفه احنا عايشين ايه، البيئه المحيطه بيه، الحيوانات اللي حوالينا، الحيوانات الموجوده في البيئه. نعرفه المهن، نعرفه الدكتور، احنا بنروح الدكتور لان احنا العيان بيروح للدكتور بيكتب له دواء ويشوف شكل الدكتور بالسماعه. المهندس هو اللي بيبني البيت، المهندس، ونشوف بقى شكل المهندس ده عامل ازاي. هيبقى عنده حصيلة لغوية ما شاء الله. بتمهديه بعد كده ان هو ايه، يمسك الورقة والقلم. لو عجبكم الفيديو يا بنات بجد، او لو عجبكم النوعية دي، عرفوني انا اقدم لكم حاجات اكتر، ان انا اقدر افيدكم اكتر في الموضوع ده. لان كده للاسف الفيديو خلص. فيا رب يكون عجبكم، وانتوا لو عايزين موضوع معين في الحاجات دي اكتبوا لي في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي سؤال او اي حاجه. زي ما قلت لكم انا زوجة اخصائي نفسي، واقدر ان شاء الله افيدكم. باي باي.